للحديث حول هذا الحادث وتداعياته ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي منير الماوري من واشنطن. أستاذ منير، مساء الخير. مساء الخيرات ومساء الخير للمشاهدين. نعم أستاذ منير، ما هي قراءتك للقرارات الجمهورية التي صدرت بعد الحادثة الإجرامية التي تعرض لها أفراد من الجيش اليمني؟ القرارات هي خطوة جديدة في الاتجاه الصحيح، صحيح أنها ما زالت إذا قرنت بالحادث الذي اليوم تعتبر قرارات خجولة وغير كافية، ولكنها أيضا في ذات الوقت قرارات مهمة وقوية ومطلوبة وكان لابد منها. لكن المشكلة هي في طريقة عرضها، فهناك أخطاء إعلامية حبس الموقف، إذ أن المشير عبد الرب منصور هادي اتخذ قرارات أخرى ربما وقعها قبل فترة من الحادث، ولكن الإعلان عن هذه القرارات مثلا تغيير مدير مصنع أو ما شابه ذلك جنبا إلى جنب مع تغيير قادة عسكريين كان خطأ إعلامي ظهر، وكأن تلك القرارات هي ردة فعل للحادث، والواقع أنها قرارات مدروسة وسبق التفكير فيها، ولا أظن أنها اتخذت فجائيا، ولكنها أيضا قرارات قوية كإقالة رئيس وكيل جهاز الأمن القومي. نعم أستاذ منير، وهو من أقارب الرئيس صالح، كانت خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح. نعم أستاذ منير، برأيك من المستفيد من الجريمة وما هي دلالة التوقيت والمكان؟ المستفيد بالطبع هم حلفاء الشر، بقايا نظام رئيس صالح الذين يريدون خلط الأوراق، وأيضا تنظيم القاعدة الإرهابي الذي يتحالف مع بقايا النظام ويحاول أن يتجنب استهداف رموز ذلك أو تلك العائلة مقابل الحصول على أسلحة ومعدات من المعسكرات وربما أموال نهبوه من الشعب اليمني. ولذلك فهذا الحليفان هم المستفيدان الرئيسيان، وقد سبق وأن حذرنا بيوم واحد من أن التمثيلية التي استمعنا إليها في إعلام الحزب الحاكم وفي الصحيفة الأولى التي يمولها نجد الرئيس تشير إلى أن هناك طبخة تدبر في الخفاء لإظهار أو لتغطية ما سيحدث وإظهار الرئيس صالح وكأنه بعيد ومريض ولا يدري شيئا عما خطط له، ولكن هم المسؤولون عما حدث سواء كانوا أو لم، لأنهم أيضا هم المسؤولون عن حماية الناس، ولكنهم فكروا في حماية أنفسهم ولا يهمهم أرواح الجنود، لا يهمهم أرواح اليمنيين. ولذلك نحن نتمنى من القيادة الجديدة أن تتخذ قرارات أقوى، لأن هذا الزخم الكبير هو لا يقل أبدا عن الزخم الذي رأيناه في بعد جمعة الكرامة، ويجب أن يتخذ المشير عبد الرب منصور هذه قرارات إضافية لإزاحة هذه الأسرة من المواقع التي عجزوا عن حماية الناس في ميدان التبعين، وهو تحت سيطرتهم، ولديهم سراتيب تحت الأرض تربط بين المسجد الصالح وتمتد إلى أماكن في ميدان التبعين وإلى تحت جبال النهدين. فكيف دخل الإرهابيون؟ كيف تفخخ المدرعات وسط العاصمة صنعاء؟ هم المسؤولون وهم عجزوا عن حماية الجنود، ولذلك فيجب أن يحاسبوا ويجب أن نرى تحقيقا دوليا، تحقيقا مستقلا داخليا يدفع هؤلاء ثمن ارتكبوه، ليس لا يملكون حصانة من قبل الحصانة، لأن القانون يجب ما قبله وليس ما بعده. نعم أستاذ منير، كيف تقرأ تبني جماعة أنصار الشريعة لهذا الحادث؟ هذا كلام زي
غير مؤكد وغير صحيح. هذه جماعة أنصار الشرعية السابقة. لا أعتقد أنهم لقد تعودنا من أنصار القاعدة أن يتبنون العمليات بعد فترة طويلة وفي مواقعهم وليس عن طريق أجهزة إعلام تابعة لصالح. فهذا التبني يثير الشكوك أيضا في تواطؤ أجهزة صالح معهم وتركوهم يقومون بهذا العمل. أنا لا أستطيع أن أنفي أن لأنصار الشريعة دور، ولكنهم يتعاونون ويتحالفون مع أعداء الشعب اليمني من بقايا النظام. نعم، إذن الأستاذ منير الماوري المحلل والكاتب اليمني المقيم في واشنطن، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات.